طول عمرنا نعرف ان الاخطاء دي حاجة مش كويسة، حتى باين من اسمها اخطاء، ودي يا اما بتحصل بسبب الصدفة او بسبب الاهمال او حتى بفعل فاعل، لكن ايا كان سبب حدوثها فهي حاجة مش تمام. لكن احنا طلعنا غلطانين، لان في حالات نادرة الاخطاء فيها بتكون حاجة لذيذة قوي، نتمنى انها تحصل لنا ومش بس مرة واحدة، لا تتكرر معانا. ولسان حالنا بيقول لنا دعونا ننسى اخطاء الماضي ونعمل اخطاء جديدة، وخصوصا لو كانت الاخطاء دي زي الخطأ اللي حصل مع موظف هنغاري من مقاطعة سوموجي، واللي جه يسحب راتبه في شهر 7 اللي فات ده، وكعادة كل شهر علشان يتفاجئ ان عن طريق غلطة في النظام المحاسبي للشركة اللي بيشتغل فيها راتبه اتضاعف 388 مرة. ايه ده يا جماعه؟ ايه الكرم ده؟ ايه السخاء اللي انتوا بتعملوه معايا ده؟ انتوا مجانين؟ هتضيعوا فلوسكم عشان تسعدوني انا؟ فعلى حسب موقع HVG الهنغاري ان موظف في احدى الشركات اللي تم التكتم على اسمها قدم للشركه حسابه البنكي علشان يتم تحويل راتبه عليه، لكن موظف الحسابات بدل ما يختاروا انه يحول راتب الموظف المحظوظ ده بالعمله المحليه الفرونت عمله هنغاريا، حول راتبه باليورو. وبعد ما كان راتبه 92549 فرونت او ما يعادل 238 يورو، اكتشف ان الشركه بعتت على حسابه 92549 يورو، يعني ما يعادل راتب 32 سنة كاملين. طبعا الموظف ما صدقش نفسه وقال انه استحالة يكون شاف الرقم ده صح، وعلشان يتأكد بنفسه ما كانش قدامه غير طريقة واحدة بس، انه يسحب الفلوس دي من اقرب ATM. وبالفعل اتجه الموظف لاقرب ماكينة صراف آلي وجرب يسحب، لقى المكنة بتطلع قماش. سحب 15500 يورو، لكن يا خسارة يا فرحة ما تمت. خلال ساعات قليلة بتكتشف الشركة المصيبة اللي حصلت دي، وبتطلب من الموظف انه يرجع الفلوس اللي اخدها، لكنه بيتحجج انه مش عارف يسحب الفلوس ابدا، فما كانش قدامهم حل غير انهم يبلغوا الشرطة، اللي عرفت بعد شوية بحث انه سحب مبلغ ال 15500 يورو من ماكينة صراف آلي في جنوب هنغاريا. وبعد محاولات الشرطة مع الموظف بالترهيب احيانا والترغيب في احيان اخرى، ما قدروش ياخدوا منه لا حق ولا باطل، لانه مدرك 100% انه موقفه القانوني سليم، وانه لا يقع باي شكل من الاشكال تحت طائلة القانون. فقرروا هنا انهم يلجأوا للمدعي العام في منطقة كابو سافار الموجودة في جنوب غرب هنغاريا، وبمساعدة المدعي العام وبعض السلطات في البلاد قدرت الحكومة تجمد حساب الموظف البنكي وترجع المبلغ للشركة 72,000 يورو. وبعد ما رجعوا الفلوس للشركة كانت اول قراراتهم رفض الموظف ده، ووصفوه بعدم الامانة، ووصفوا في اماكن كتير بعدم تشغيله ابدا، او ممكن هو اللي يكون استقال من نفسه لان ما عادش لازمه. فالمبلغ اللي سحبه ال 15500 يورو يعادل راتبه ل5 سنين ونص، كان هيضطر يشتغلهم كلهم، فقرر ياخد اجازه مفتوحه. ياه، اهدي الاخطاء اللي تفتح النفس بصحيح وتخليك مقبل على الحياه، تشتغل كام سنه وتريح كام سنه وربنا يخلي لنا الحسابات.